شمسي بليز رد على هذول يقولوا مداخله وهابيه جاميه. في هذه خرافات يا ودي. انا كنعود اخوانجي هذوك كنعود نتناقش معاهم انا يكرهوني. لا الانسان يصبر. نعطي له حديث. واحد قلت له كون يخرجك الحاكم من دارك، قال لي نرفد سلاح. عطيت له الحديث قلت له تسمى تخالف امر الرسول، قال لي ما نخالفش الرسول بصح نرفد سلاح. افهمها اخوانجي. لا الله يهديهم يا اخي بالدليل وما يفهموش والو. كذابه كاين اكثر من اصحاب هوى. الله يهديهم. اذا ما يهديهمش الله يهديهم. امين الله عزك خويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح اخويا اسمح لي كثرت عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله عزك خويا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عيسى حياك الله الغالي شمسي، حياك الله، كيف حالك؟ بارك الله فيك أخي عيسى فاروق. هل أنت نفس الشخص اللي ترد على الشيعة؟ نعم أنا نفسي. جزاك الله خيرا أخي، بارك الله فيك وإياكم. الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. آمين وإياكم أخونا الحبيب. طبعا نحن الآن يعني انتقلنا من موضوع الشيعة إلى الرد على أحفاد ذو الخويصرة. الله طيب. أكبر. خوارج ما شاء الله. أي من الأخوان والسورية ومن لفهم ما شاء الله. ولله الحمد والمنة. الحمد لله. طبعا أنا يعني أشد على يدك في مناظراتك مع هؤلاء. استمر بارك الله فيك، فهذا يعني في خير كبير ويعني تنبيه للمسلمين، لأن للأسف اليوم المسلمين غافلين، يعني يعرفون خطر الاثنى عشرية الصوفية غيرهم، لكن خطر الخوارج خاصة الإخوان يعني لا يعرفون هذا الأمر، لا يعرفون مسألة الإنكار العلني على الحاكم، التكلم على الحكام خطره. طيب ما يعرفونها أبدا، ولذلك لا بد من تنبيه العوام، يعني لا بد من ذلك. فبارك الله فيك، جزاك الله كل خير. يعني بارك الله فيك أخي عيسى وحفظكم الله أخويا والله عز وجل. أخي عيسى من أي بلد أنت؟ من ليبيا. أنا من ليبيا. جارك يعني جارك. ما شاء الله اللهم بارك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. اي جار واخ، يعني شوف ليبيا والجزائر واحده اساسا. لا صحيح اخي عيسى، والله تعرف قضيه الاخوانجيه والسروريه، قضيه الانكار العلني، لان تعرف المشكله اخي عيسى، انا عندما اتكلم مع بعض الاخوه تساله تقول له هل قرات كتب السلف؟ طيب يقول لك مداخل حكام السعوديه كذا، ولا خلاص تنازلا. هل تعرف كتب السلف؟ ما يدري ما هي كتب السلف، بل بعضهم لو ذكرت له سفيان الثوري والليث بن سعد وأيوب السختياني يظن بأن هؤلاء القوم كانوا في السبعينات عايشين، لا يدري. صحيح. أئمة السلف الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا المفضلة. هذه الطامة أخي الكريم عيسى، الطامة. صحيح. أن كثير من الناس، مثال أنا أحكي لك هذه القصة. جاء مرة أتاني شخص قال لي شمسي إياك والمداخلة. قال لي ماذا أخي؟ قال لي المداخلة الشيخ ربيع قال يجوز قتل المسلمين، وأفتى القذافي أن يجوز له أن يقتل الليبيين. قلت له صحيح. قلت له أخي هذا أمر خطير، لابد يا أخي تعطيني أين قال الشيخ ربيع حفظه الله أن القذافي يجوز له قتل الليبيين. قال لي صدقني ثق بي. قلت له أخي إن شاء الله أنا أثق بك تنازلا، لكن إذا أردت أن أحذر من المداخل مع إخواني كما أقول لك في لندن، ما أستطيع أن أقول لهم ثق بي، لابد من الدليل. صحيح. والله يا أخي عيسى، والله يجيك شخص يقول لك والله أنا سمعت، يقول لك أنا سمعت، يعني طيب هو السمع يعني دليل، لابد من دليل كلام الشيخ نفسه يعني. طبعا كان في مناظرة شيخ شمسي في قناة بيني وبين أحد يدعي أنه إمام، وهو من المغرب طبعا. فالنقطة اللي انحصر فيها وهي مسألة أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. قلت له طيب هل أنت أعلم من الإمام أحمد بن حنبل الذي يعني فعل الحاكم به ما فعل وجلده وسجنه لماذا لم يؤلب الناس عليه ويقول اخرجوا عليه؟
بل قال اصبروا صحيح. اصبروا وبينوا الحق. فقال لا، الإمام أحمد بن حنبل لم يقم الحجة على العباسي، الحاكم العباسي. قلت له طيب ممتاز، هل أنت أقمت الحجة على الحكام اليوم؟ صحيح. قال لا، هو في أمور وأصبح يتلكلك. فهمت؟ فقلت له إذن كيف يعني أنت لست أعلم من أئمة أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء يعني صدق فيهم حديث الرسول سفهاء الأحلام. صحيح. الحمد لله رب العالمين. كالببغاء يعيدون الشيء لا يدرون. نعم. سبحان الله. لكن بعضهم والله جهلة، الله يهديهم. لكن الحمد لله الدعوة السلفية هنا في بريطانيا قوية الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حتى الشيعة الآن بعض الشيعة يتصلون بي من دنمارك، من السويد، من أمريكا وكندا، قل لي شمسي الحمد لله تفرجنا فيديوهاتك والآن أصبحنا سنيين سلفيين الحمد لله. تعرف يا أخي، شوف عندما العوام سواء من الخوارج أخوانجية شيعة عندما يبتعدون عن مواطنهم والمشايخهم سهل أنك يعني تبين لهم الحق. صحيح. نعم سهل. صحيح.